بعد تسجيل الهدف كيعطي اطمئنان وكيأكد على انه فعلا قادر على هز الشباك كل خصوم 20 سنه. ابن مدينة تمارا من الرباط انطلق رفقة فريق الجيش الملكي تألق إلى الرينجرز. كان حضوره كان أيضا عطاء الكبير يوقع في كشوفة فريق ليل الفرنسي. والهدف الأول لصالح المنتخب الوطني المغربي عن طريق يوسف النصيري. الكيفية التي سجل بها كانت جيدة بل كانت رائعة، بكل هدوء وبكل ثقة يضع الكرة في الشباك. الخطأ كان في التغطية الدفاعية ولكن الذكاء كان كبير، يضع الكرة في الشباك. ثلاثة ديال المدافعين، خطأ في التغطية من جانب الحارس وأيضا الدفاع لم مهم جدا الهدف في هذا الوقت، مهم جدا الهدف في هذا الوقت. لا يصدق ما حدث مدرب المنتخب الزامبي وايضا حارس مرمى ايضا المنتخب الزامبي الذي يشرح ما وقع في اللقطه الماضيه. هدف واحد مقابل شيء، بدايه مهمه في 15 دقيقه الاولى. يوسف النصيري يضع الكره. شوفوا الاعاده، لاحظوا التغطيه الدفاعيه، لعب الكره القصيره، بعد ذلك يوسف النصيري بلمسه واحده صوب المرمى. يكون مركزا بشكل كبير امام الاندفاع المغربي وامام الحضور المغربي اللي كيجي من خلال يوسف النصيري. اللمسه التي جعلها في الشباك بشكل جيد بلال الخنوس ومن اقتنص ومن افتك الكرة. بونو كيعطي التعليمات، وايضا لتكون المنطقه الدفاعيه امنه. كره تنفذ بهذه الكيفيه، راسيه تعود صوب التماس لكن ما خرجتش. كره في الجهه اليسرى، محبي المنتخب الزامبي في الجهه اليمنى تحديدا، الشيء اللي خلاهم انهم يخرجوا الكره الى 30 ثانيه. كل العناصر الوطنيه جاء الهدف. بعد ذلك كنشوفوا المنتخب الزامبي حاول انه يرجع في المقابله. هنا محاوله ديال ايكامان اخراج الكره بهذه الكيفيه، لا تزال في اخذ ورد. مرابط ايكامان وسط جوج ثلاثه ديال اللاعبين. الحكم ماذا يقول؟ يمنح المنتخب الوطني المغربي او ينهي احداث الشوط الاول على ما يشوف. هنا اللقطه ديال ايكامان، المرور بهذه الكيفيه. بعد ذلك مرابط الشوط الاول بنتيجه معروفه. ومع ذلك فالمنتخب الوطني المغربي تمكن من زيارة الشباك. نشوف هنا محاولة من جانبه كمان تسديدة، جول هدف عالمي، هدف ممتاز، هدف من بعيد يقدم المفيد. إيكامان على رقعة الميدان يصنع هدف رائع، هدف جميل، هدف خيالي، هدف عالمي، هدف يمكن أن نقول كل الأشياء، لكن وفي الزاوية المناسبة، في الزاوية البعيدة. الضربة القوية من لعبها بكرة ممتازة، لعبها في المكان الرجل اليمنى، والتسديدة القوية من الرجل اليمنى باغتة الجميع وسكن الحارس الزامبي الذي لم يقوى على الوصول لها. هذا هو كمان، وهذا هو القناص، وهدف ثاني دوره سجل في المباراة الماضية أمام النيجر.